شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور: الطبيب عبد الله حمشو، رئيس فرع نقابة الأطباء بحماة، وإنجازات كثيرة لخدمة محافظة حماة. هو عبد الله بن بدر حمشو من مواليد حماة عام 1943. تابع دراسته في حماة وكان من زملائنا الذين حصلوا على شهادة دراسة ثانوية عام 1963 من ثانوية أبو الرشد، والتي كان مقرها سابقا ثانوية السيدة عائشة حاليا. التحق عام 1963 بكلية الطب في جامعة القاهرة ليتخرج عام 1970 طبيبا اختصاصيا بالجراحة العامة. بعد تخرجه عمل في السعودية مع زوجته الطبيبة خيرية العدوي المختصة بالأمراض الجلدية من عام 1971 ل 1976. عاد إلى حماة ليفتتح مشفى الشرق وليعمل بها مع زوجته. انتخب رئيسا لفرع نقابة الأطباء بحماة من عام 1994 ل 2005. عمل مدرسا في كلية الطب بجامعة البعث وجامعة حلب. كانت فترة رئاسته لفرع نقابة الأطباء بحماة فترة غنية بالإنجازات التي حصلت على يديه، فقد أدخل إلى مقر فرع النقابة بحماة لأول مرة جهاز رنين مغناطيسي، ثم جهاز تفتيت الحصى، ثم أنشأ مشفى الكحة لأمراض العيون، وأن جميع تلك المنجزات حصلت في حماة لأول مرة، مما وفر الكثير على أبناء المحافظة سواء لناحية التكاليف أم لناحية مشقات السفر. تم خلال فترة رئاسته إنشاء بناء خزانة التقاعد في شارع 8 آذار، والذي يعود ريعه للأطباء المتقاعدين. كذلك خلال فترة رئاسته تم تسمية إحدى قاعات فرع نقابة الأطباء بحماة باسم قاعة الدكتور وجيه البارودي، لما له من أياد بيضاء وشعر ظريف. تميز الطبيب عبد الله حمشو بتواضعه ومحبة زملائه له. أقعده المرض عن ممارسة العمل منذ عام 2012، حيث اضطر للسفر إلى القاهرة لمتابعة علاجه، لكن يد المنون اختطفته في عام 2018 وليوار الثرى في القاهرة. المحامي معتز البرازي.